في 12 ظهر يوم 6 من أكتوبر 1973 وصل السادات برفقة الفريق أحمد إسماعيل إلى مركز القيادة الرئيسي مركز 10، وداخل المركز تم رفع خرائط المناورة تحرير 32 ووضعت خرائط العمليات الحقيقية بدر. ولما جت الساعة 1:30 بعد الظهر خدت الميكروفون ونطقت بكلمة واحدة: جبار. وده كان يعني الكثير. كان قبلها بيوم كنا أرسلنا لقادة التشكيلات مظروف مغلق مكتوب عليه يفتح بمعرفة القائد شخصيا عند سماع الكلمة الكودية جبار. القادة بدأوا ينفذوا التعليمات، فتحوا المظاريف لقوا جواها خريطة بالقطاع الذي يعمل فيه التشكيل، مبين فيها توقيتات والبيانات بتاعت الضربة الجوية اللي هتقوم بيها قواتنا الجوية علشان يتم تأمينها من نيران عناصر دفاعنا الجوي. في الساعة 2:05 ظهرا عبرت أسراب المقاتلات المصرية من طراز ميج وسخوي السماء على امتداد جبهة قناة السويس، وقامت 222 طائرة بتوجيه الضربة الجوية وهي الضربة الافتتاحية للحرب. 1405 اللي هي ساعة سين انفجر البركان، منظر لا يمكن وصفه. سيل من الطائرات تسير على ارتفاع منخفض عشان تضرب مراكز القيادة للعدو، ثم احتياطيات العدو لمنعها من التدخل لضرب قواتنا التي تعبر قناة السويس. الضربة الجوية الأولى اشترك فيها 220 طائرة. هذه الطائرات أقلعت من مطارات مختلفة وعلى مسافات متباعدة عن منطقة المعركة، وكان لابد لمفاجأة العدو أن تصل في وقت واحد تماما. بعد عبور الطائرات ب5 دقائق بدأ التمهيد النيراني بالمدفعية على مدى 53 دقيقة بحوالي 2000 مدفع. أطلقت في الدقيقة الأولى 10,500 قذيفة بواقع 175 قذيفة في الثانية الواحدة، تستهدف دفاعات العدو ونقطه الحصينة في خط بارليف ومناطق الاحتياطيات ومواقع المدفعية والمدرعات ومراكز القيادة ونقط المراقبين. القصفة الأولى كانت 15 دقيقة، ودي كانت عشان تأمين عبور جماعات اقتناص الدبابات لتصل إلى مكانها. القصفة الثانية كانت 22 دقيقة، ودي لتأمين عبور القوات المهاجمة للاستيلاء على الساتر الترابي والتقدم لمسافة كيلو متر عشان تحمي عبور باقي القوات اللي هتهاجم النقط القوية. القصفة الثالثة كانت 5 دقايق، ودي كانت على النقط القوية ومراكز القيادة والسيطرة، ودي كانت لإيهام العدو إن هنبدأ الهجوم. ثم اتعملت قصفة كذبة لمدة 6 دقايق بتنقل النيران إلى العمق على أساس أن يشعر العدو داخل النقط القوية إن هيبدأ الهجوم فعلا. ثم القصفة الأخيرة اللي هي القصفة الخامسة كانت 5 دقايق على النقط القوية بعد العدو ما يكون طلع، على أساس إن هو يبتدي يفشل عملية الهجوم. توجيه عدة قذافات نيرانية وصاروخية، بعضها لتكبيد العدو الخسائر والبعض الآخر لتشتيت جهود العدو. في الساعة 2:30 بدأ المشهد المهيب الذي انتظرته مصر على مدى 6 سنوات و3 أشهر، بانطلاق الموجة الأولى من رجال المشاة في اتجاه القناة من خلف السواتر. 4000 مقاتل يحملون 720 قاربا مطاطيا، وبكل قارب سلمان من الحبال لتسلق الساتر الترابي على الضفة الشرقية للقناة. وعبرت القوارب مياه القناة بينما كان الجنود ينشدون بلادي بلادي، ثم ارتفعت صيحات الله أكبر مع ارتفاع الأعلام المصرية على الضفة الشرقية للقناة،
لتبدأ المعركة مع تدفق الموجات البشرية إلى سيناء.